بص يا سيدي، لو دخلت محل شاشات النهارده وشفت شاشه ال جي مكتوب عليها نانو 4K، غالبا هتقول تمام هي دي النانو سيل اللي بدور عليها. اهو هنا بالظبط بتحصل اول واكبر غلط، لان ناس كتير جدا فاكره ان نانو 4K يعني نانو سيل، مع ان الحقيقه انهم مش نفس الحاجه اصلا. وفي ناس دفعت فلوس زياده وهي فاكره انها جابت نانو سيل، وفي الاخر طلعت شاشه مختلفه تماما. فالنهارده هقول لك ايه الفرق الحقيقي بينهم، وازاي ما تقعش في الفخ ده قبل ما تشتري. خلينا الأول نبدأ بالنانو سيل. إيه هي أصلا؟ ناس كتير فاكرة إنها نوع شاشة جديد، لكن الحقيقة أبسط من كده بكتير. النانو سيل عبارة عن طبقة إضافية بتحاول تنقي الألوان وتحسن دقتها. يعني ال جي خدت شاشة ليد عادية وأضافت عليها طبقة زيادة اسمها النانو سيل، فالنتيجة ألوان أنظف وتدرجات ألوان أحسن وصورة أدق شوية. عشان كده ال جي استخدمت الاسم ده سنين طويلة وبقى اسم معروف في سوق الشاشات. لكن السنة دي حصلت مفاجأة كبيرة. فجأة بدأت تظهر موديلات مكتوب عليها نانو 4K أو NU سيريز أو أسماء قريبة جدا. وهنا بقى ناس كتير افتكرت إن دي نانو سيل، لكن الحقيقة لأ طبعا. غالبا ده بيكون اسم تسويقي للموديل أو السلسلة بتاعت السنة الجديدة، لكن مش تقنية النانو سيل نفسها، ودي نقطة مهمة جدا. مال خلينا متفقين ان التقنيه مش بتتحط جنبها الريزوليوشن زي كلمه 4K. التقنيه بيبقى اسمها صافي زي النانو سيل نانو 80 او نانو 79 زي الكيوليد كيو 7 اف. او تعالى اديك مثل تاني. تخيل عندك شاشتين قدامك، الاولى ال جي نانو سيل والتانيه برضه ال جي بس نانو 4K. هل مجرد ان كلمه نانو بتدينا ان هم نفس التكنولوجي؟ طبعا لا. زي بالظبط اما تلاقي عربيتين من نفس الشركه، مش معنى انهم عليهم نفس اللوجو يبقوا نفس الفئه. طيب ايه الفرق اللي هتحسه فعلا؟ هنا بقى الناس بتتخض، لان بعض موديلات النانو سيل تدي فعلا الوان ادق وزوايا رؤيه افضل ومعالجه مختلفه بس على حسب الفئه بتاعتها. وفي نفس الوقت موديلات النانو 4K ممكن تكون شاشه ليد عاديه جدا، يعني انت ممكن تبص على الاسم تفتكر ان انت جبت نفس التكنولوجي، لكن الصوره على ارض الواقع بتحكي قصه مختلفه تماما. طيب ليه اللخبطه دي بتحصل اصلا؟ بسبب التسويق، لان كلمه نانو بقت مرتبطه في دماغ الناس بنانو سيل، فاول لما يشوف نانو 4K يفترض تلقائيا انهم نفس الحاجه، وده مش صحيح. عشان كده دايما قبل ما تشتري اي شاشه بص على نوع البانل، نوع الاضاءه، المعالج، معدل التحديث بتاعها، والفئه الحقيقيه للشاشه، مش الاسم بس اللي مكتوب على الكرتونه. وهنا بقى في مفاجاه تاني، مش كل نانو سيل ممتازه ومش كل نانو 4K وحش. ممكن تلاقي نانو سيل من فئة قديمة وتلاقي شاشة ليد أحدث منها وبتقدم أداء أفضل في حاجات معينة. عشان كده المقارنة لازم تبقى بالموديل نفسه مش بالاسم بس. فالخلاصة، نانو 4K مش النانو سيل، واكبر غلطه ممكن تعملها ان انت تشتري شاشه اعتمادا على كلمه نانو بس. السؤال بقى، انت قبل الفيديو ده كنت فاكر ان النانو سيل هي النانو 4K؟ اكتب لي في الكومنتات، وعايز اعرف ايه اكتر موديل ال جي محتار فيه. وما تنساش لو كملت لحد هنا وعجبك الفيديو اعمل اشتراك في القناه عشان اقدم لك محتوى يساعدك ويفيدك. سلام.